معنى أصح نستغل الشهر صح. أما بالنسبة للمذاكرة في رمضان، الكتاب ده أهلا وهلا ومرحبا في حاجات عايزين نتكلم عنها. شهر رمضان فرصة كبيرة جدا جدا، وحقيقي أكتر شهر ممكن تعمل فيه حاجات كتير، زي مثلا انك تخلص المذاكرة بتاعتك وتبدأ تستغل الشهر نفسه كويس جدا، تبدأ تحسن حياتك الدينية تاني، او تبدأ مثلا تخلص كل المذاكرة المتراكمة عليك. بمعنى أصح نستغل الشهر صح. حلوة دي يا صديقي. كده كده الشهر ده هيعدي، فانا وانت ما نحبش ان هو يعدي على وشك، فاسعى انك في رمضان ده تعمل حاجات على الأقل تخليك مبسوط من نفسك ومستقر نفسيا طول الوقت. أما بالنسبة للمذاكرة في رمضان، فأنا جاي أحكي لك عن خطتي اللي كنت بعملها في المذاكرة في كل الرمضانات اللي فاتت. معاك 30 يوم تلم فيهم المنهج ده، في حالة لو كانت امتحاناتك بعد رمضان أصلا. إنما لو كنت بتمتحن في رمضان 100 ترم زي كده، فيعني مش 30 يوم كلهم. أوكي. اولا في نوع من الناس بيستغل رمضان في المسلسلات والاعلانات واي ترند غريب بيظهر، والشخص الغريب اللي بيقعد يعمل نفس البرنامج في كل رمضان. والحقيقه مش قادره افهم ازاي الترند بتاعه ما اتدفنش في الارض زي راس النعامه. وطبعا ما ننساش الناس دي اللي مش بتقدر تذاكر غير لما تسمع الاغنيه الجديده لبنك مصر. تقدر تطير من غير جناحات. وايوه انا فعلا استثنائي. من الاخر رمضان بالنسبه لهم بيكون مجرد حرمان من الاكل والشرب، وعدم تركيز وخمول وكسل ونوم، يعني عدم اكل بس مرعى وقله صنعه. في بقى نوع تاني خالص بيشوف رمضان ده فرصه علشان يستغله صح في العبادات، او مثلا في المذاكره، او حتى انه يعمل تارجت لنفسه، زي مثلا ان عايز يخس. يعني نقدر نقول هو المعنى الحرفي لكلمه فرصة. والناس دول بيكون هدفهم ان هم يخرجوا من رمضان باكبر انجاز ويستفيدوا من الشهر ده بقدر الامكان. لينا متفقين يا صديقي ان الشهر كده كده هيعدي، فانك تفكر في انك تستغله احسن استغلال، زي انك تحسن علاقتك بربنا، او تخلص كل الحاجات المتراكمه عليك فتخرج منه وانت عامل انجاز، مش وانت مبهدل الدنيا في حياتك اكتر. وخصوصا لو انت حد زيي عندك 100 ترم في تاني اسبوع في رمضان اصلا. الحقونا. احنا الاول كنا بنقول يا تلحقونا يا ما تلحقوناش، النهارده بنقول الحقونا بجد. فتقدر تقول الكلام ده انا بقوله لنفسي قبل اي حد تاني بيتفرج على الفيديو ده. بالنسبه للمذاكره في رمضان، فاحسن طريقتين واللي انا جربتهم هما الاثنين، والصراحه كانوا فعالين جدا في ثالثه ثانوي والسنه اللي فاتت كمان. فمعاك طريقتين اختار منهم المناسب ليك. اول طريقه هي من بعد صلاه التراويح لوقت السحور، يعني تبدا مذاكره من الساعه 10 لحد تقريبا الساعه 4 الفجر. عندك 6 ساعات تذاكر فيهم، يعني تخلص تراويحك من هنا، اكلك شربك سوبيتك قهوتك، واللي يقولك نحن مسلسلات للسحور ما تعوروش، قولوا ربنا يهديك. وبس كده، معاك 6 ساعات حاول تذاكر منهم على قد ما تقدر. ابعد عن اي صوت، اقعد في مكان هادي، يعني اعملوا كل طقوس المذاكره اللي تخلينا نطلع باكبر قدر من الاستفاده من ال6 ساعات دول. ميزه بقى الاختيار ده انك هتكون فاطر، يعني تاكل وتشرب وقهوه وعصاير وكل الكلام ده. والاختيار ده اعتقد هيكون مناسب جدا ليك لو كنت الشخص ده اللي دماغه بتفصل بسرعه لو ما كلش وشرب وهو بيذاكر. الطريقه الثانيه من الساعه 5 الفجر لحد 12 الظهر، 7 ساعات انت مش تذاكر فيهم، انت تروح تحرر الاقصى. هتبدا على طول من بعد صلاه الفجر لحد ما الظهر يأذن تصليه وبعدين تدخل تنام. انا عن نفسي بفضل الطريقه التانية اكتر، لان المذاكره بعد الفجر بتكون بجد احسن بكتير، وبيكون الوقت فيه بركه جدا، وكمان المخ بيكون احسن وعنده قدره للاستيعاب كبيره. ما تمشيش ورا الوهم اللي بيقولك لو انت صايم مش هتكون مركز وكل الكلام ده. الطريقه دي اللي انا كمان كنت ماشيه عليها في ثالثه ثانوي، لاننا كنا ساعتها قاعدين في البيت وما كناش بننزل واليوم كله فاضي، فكنت بستغل فتره الصبح كلها. وخصوصا كمان لان فتره الصبح دي بتكون الناس خلاص يا اما نامت يا اما كل واحد نزل راح الشغل بتاعه، فبيبقى قمة الهدوء. وأول ما الظهر يأذن ونصلي نستغل بقى فترة القيلولة بتاعة الظهر. يلا ننام وبكرة الصبح إن شاء الله نصحى نهرب كلنا مع بابا ونقعد وكلنا ونبعد عن نوم العصر زي ما أم طه حسين حذرته منه، بس هو كان ابن عاق ما بيسمعش الكلام وكان برضه بينام نوم العصر. لا تكون مثل طه حسين. فملخص الطريقة دي إنك هتبدأ مذاكرتك من بعد الفجر الساعة 4 لحد الساعة 12، وبعد كده هتتقلب شبه صرصار المقلوب لحد قبل الفطار بساعتين مثلا عشان تصحى تصلي العصر، وبعد كده تساعد الأسرة الكريمة في الفطار. ورمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل وكل الكلام ده. فطرنا الحمد لله يرحمكم الله، هنصلي المغرب والتراويح، وبعد كده هيبقى عندنا وقت فاضي حبة محترمين ان احنا نقدر نمسك الموبايل او نقعد نضيع وقت في شوية حاجات، عشان برضه
برضو ما يبقاش كل حاجه مذاكره 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 هننفجر. وممكن كمان تنام ساعه او ساعتين لحد السحور. ودلوقتي نيجي بقى لطريقه المذاكره نفسها. مفيش. ايوه انت سمعت صح، مفيش. الحقيقه انا ما بعتمدش طريقه للمذاكره. يعني كل الطرق اللي الناس بتكتشفها او بتخترعها، زي انك تذاكر 25 دقيقة وتفصل 10 دقايق، او انك حتى لا ده كده مخك مش بيلحق ان هو يدخل في مود المذاكرة، فانت المفروض تذاكر ساعة ونص وبعد كده تاخد بريك شوية. الكلام ده يعني كتير. انا شايف ان كل الحاجات دي مش مفيدة. بكل بساطة انا بقعد اذاكر، ولما بحس اني عايز بريك باخد بريك وخلصت. يعني تقدر تقول اني بحط الليميت لنفسي. يعني مثلا مش هاخد بريك غير لما اخلص ال10 ورقات دول، او مثلا احل 20 سؤال، وهكذا. يعني حدودك في المذاكرة بتاعتك بتكون انت اللي بتحددها لنفسك، ومن المادة نفسها، وكمان على حسب استيعابك. فمثلا انا مش بعرف احفظ كتير، فبالتالي باخد فترات راحه كتير او ريست ما بين مذاكره المواد اللي محتاجه حفظ كتير. انما في الحل مثلا ممكن اقعد فتره اطول. ونيجي بقى لوقت البريك، نحاول نستغله في كام حاجه والموضوع ما يوسعش من ايدينا. في حاله انك كنت بتذاكر بالليل فهتستغله في اكل وشرب وكل الكلام ده. اما في حاله لو بتذاكر بالنهار فانت محتاج ان انت لما تاخد بريك تفصل مخك عن كل حاجة حرفيا. وصدقني الموضوع مش هيكون صعب. وفي طريقتين المذاكرة من وجهة نظري أحسن استغلال للبريك، وخصوصا إننا في شهر رمضان، هو إنك تقرأ قرآن عشان تقدر تستغل كل لحظة بجد في رمضان، وعشان كمان تطبيق عملي لما زاحم القرآن شيئا إلا بركة. ومفيش مانع برضو تمسك الموبايل شوية، بس ما تخليهاش توسع منك، عشان هي حقيقة هتوسع منك. وكل الكلام اللي أنا قلته ده بيلف ويدور حوالين فكرة المذاكرة في رمضان، بس ده برضو ما يمنعش إننا لازم نستغل الشهر في حاجات تانية. ومن ضمن الحاجات دي اللي أنا قررت أبدأ بيها في رمضان ده هي إني هخصص كل يوم ساعة هقرأ فيها كتاب ديني أنا نفسي أقرأه. وكده كده أنت هتقرأ قرآن بعد الفجر وبعد الصلاة عموما، وما بين ريست المذاكرة، فمجمل القراءة بتاعت اليوم نحاول نخليه جزء أو أكتر كمان. أما بالنسبة للكتاب اللي أنا قررت أبدأ بيه السنة دي هو الكتاب ده، الشمائل المحمدية. والكتاب ده كان بيتكلم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم واخلاقه، كان بيحب ايه، كان بيشرب ايه، كان بياكل ايه، حتى الالوان اللي هو بيحبها. وهدفي من قراءة الكتاب ده اني احاول اتعرف اكتر على سيدنا محمد، عشان احاول اعمل زيه على قد ما اقدر فتقرب منه. ولو في حد حابب يقرأ معايا الكتاب ده فهو موجود على الاب ستور وعلى جوجل بلاي، ممكن تنزلوه على الموبايل وتقرأوه كمان في اوقات المواصلات والاوقات اللي هتكونوا ماسكين فيها الموبايل. وفي النهاية صديقي، رمضان شهر عظيم جدا جدا جدا، فبلاش تعدي الشهر ده من غير اي انجاز يحصل فيه. 30 يوم استغلهم صح عشان تقدر تخرج من رمضان بافضل نتيجه وتستغل الشهر احسن استغلال. وطبعا ما تنسوش لو بتتفرجوا على الفيديو ده من على فيسبوك تعملوا لايك وكومنت وشير، لو بتتفرجوا عليه من على يوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب زر الجرس. وبس كده، سلام.